كنت فاكر إن أصعب يوم في حياتي هو يوم ما دفنت أمي. البيت بعد وفاتها بقى ساكت بشكل غريب، السكون اللي يخليك سامع صوت نفسك. أنا كنت عايش لوحدي في الشقة، وكل حاجة فيها كانت بتفكرني بيها. الكرسي اللي كانت بتقعد عليه، الكوباية اللي كانت بتشرب فيها الشاي، وحتى ريحة الأوضة. في أول أسبوع كنت بحاول أتماسك، أقول لنفسي دي سنة الحياة وكل الناس بيمروا بده. بس اللي حصل بعد كده خلاني أشك في كل حاجة. الساعة كانت تقريبا 2:17 بعد نص الليل. كنت نايم وصحيت على صوت إشعار الموبايل. بصيت بنص عين، لقيت رسالة واتساب. المرسل ماما. جسمي كله اتجمد. فضلت باصص للشاشة ومش مستوعب. رقمها لسه موجود عندي لكن الخط اتقفل بعد وفاتها بيومين. بنفسي رحت ألغيه. فتحت الرسالة، كان مكتوب: اوعى تفتح الدولاب الصغير اللي في أوضتي. حسيت ببرودة في ظهري. قعدت أضحك على نفسي وأقول أكيد حد أخد الرقم، هزار سخيف. بس المشكلة إن محدش يعرف إن في أوضتها أصلاً دولاب صغير مستخبي ورا الستارة. حتى أقرب قرايبنا ما يعرفوش. قمت من السرير وأنا قلبي بيدق بعنف. رحت لأوضتها. الضلمة كانت تقيلة والممر كله ساكت بشكل يخوف. وقفت قدام الباب مقفول زي ما بسيبه دايما. فتحت النور، لقيت الأوضة زي ما هي مترتبة، بس الستارة كانت مفتوحة. أنا متأكد إني سايبها مقفولة. قربت ببطء وشلت الستارة. كان فعلا الدولاب الصغير الخشب ظاهر، وقبل ما المسه الموبايل رن تاني. رسالة جديدة: قلت لك ما تفتحوش. وقعت الموبايل من ايدي، رجعت لورا وخبطت في السرير. انا كنت لوحدي في البيت ومفيش حد يعرف انا واقف فين دلوقتي. جريت على الصالة، قفلت باب الأوضة وقعدت لحد الصبح مش قادر أتنفس. تاني يوم حاولت أقنع نفسي إنه حد بيراقبني. ركبت كاميرا صغيرة في الممر قدام أوضة أمي، وقلت لو في حد بيدخل البيت هعرف. الليل عدى ببطء. قعدت بتابع الكاميرا من الموبايل. الساعة 3:11. باب أوضة أمي فتح لوحده ببطء شديد. أنا كنت قاعد في الصالة شايف الباب بعيني وشايفه على الكاميرا. مفيش حد لمسه. بعدها الستارة اتحركت من جوه كأن في حد واقف وراها. أنا ما قدرتش أتحرك، كنت مشلول. وفجأة وصلني تسجيل صوتي من نفس الرقم. فتحت التسجيل وسمعت صوت أمي بنفس نبرة صوتها، واضح جدا: لو بتحبني احرق اللي جوه الدولاب قبل ما يصحى. التسجيل وقف، وفي نفس اللحظة سمعت خبط جاي من جوه الأوضة. 3 خبطات ببطء. تك تك تك. أنا معرفش ازاي لقيت نفسي واقف قدام باب الأوضة تاني. ايدي كانت بترتعش وانا بفتحه. الأوضة كانت ضلمة رغم اني سايب النور مفتوح، والدولاب الصغير كان مفتوح لوحده. من جوه كان في صندوق خشب قديم عليه صور قديمة لأمي وهي صغيرة، ومعاها طفل أنا عمري ما شفته. مسكت الصورة، وراها مكتوب: أخو أحمد الأول 1998. أنا مواليد 1999، ومحدش قال لي أبدا إن ليا أخ. وفجأة سمعت صوت نفس من ورايا، حد بيهمس: هو رجع يدور عليك. لفيت بسرعة، ما لقيتش حد، لكن لما بصيت في مراية الصورة في إيده
رميت كل حاجة وجريت بره الشقة، ومن يومها عمري ما رجعت أنام هناك. بس كل سنة في نفس اليوم اللي ماتت فيه أمي الساعة 2:17 بالليل بيوصلني نفس الرسالة من رقمها: اوعى تخليه